اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا. اللهم احفظ أولادنا واستر طريقهم، وعافي أزواجنا وارزقهم الرزق الحلال. اللهم سد الدين عن المدينين، واعط الصحة لكل مريض يتألم ولا يعلم بمرضه إلا أنت يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ أنا لما بدعي بدعي الصلاة، الدعاء اللي أنا بقوله في صلاتي وبقوله في يومي، بدعي من قلبي لكل متابعيني وكل المسلمين. ما تأخذونيش، أنا مش بعرف، يعني أنا اللي بيجي على لساني بقوله. تمام. دوت ان شاء الله كده اول روتين هيبقى في بيتي من جوه. انا دايما كنت بصور على السطوح، وكنت بصور ممكن في مطبخي وكده، بس اول روتين هيظهر الشقة كلها عندي جوه. يا رب يكون روتين بسيط وسهل كده ان شاء الله، ويكون مقبول منكم وليكم، واكون ضيفة خفيفة كده عليكم يا اغلى متابعين. انا دلوقتي اللي هنضف الاوضه بتاعت اوضه النوم بتاعتنا اللي احنا بننام فيها. واهو هغير الفرش يعني بتاع السرير كده واكنسها واروقها كده على السريع، يعني بحيث اللي انا كنت غاسله معاكم قبل كده البساط بتاع الصاله وكده هوت، وعايزه افرشه. فهو بصراحه قعد كذا يوم بره، قعد حوالي يومين كده على بال ما نشف. فقلت بقى ايه، اعمل الروتين دوت معاكم، وافرش الصالة وافرش اوضة النوم. اهو بالنسبة لي كده دوت السرير ده، السرير دوت كبير جدا. هو زي ما انتم شايفين كده. انا كنت هو يعني اهو باين اهو الحته الصفراء اللي هناك ديت، هو ده جزء تاني، يعني انا مزوداه على السرير بحيث اللي هي المرتبه والسرير يبقى اكبر وياخد عدد اكبر. ولادي بيناموا عليه ما شاء الله، بياخد ولادي كلهم. تمام. الحمد لله. الشقة عندي عبارة عن الأوضة اللي انتوا شايفينها ديت، والصالة، واللي عايز بينام على السرير، واللي عايز ممكن بنفرش على الأرض وكده. والحمد لله الدنيا بتمشي. وفي الشتاء برضو بتبقى الحمد لله الشقة كويسة، يعني ما بتبقاش ما بتبقاش ساقعة قوي، يعني لان انتوا زي ما انتوا عارفين كده، او المتابعيني من اول ما فتحت القناة، انا ساكنة فوق السطوح. بتبقى الشمس يعني الحمد لله لما بتكون موجودة في الشتاء بتبقى ضاربة عندي في الشقة، فبتبقى كده ايه، دفى يعني الحمد لله. تمام. اهو فرشت الارض اهو، بقت تمام ومية مية الحمد لله. وبعد كده بقى خرجت بره على الصاله انا زي ما قلت لكم، انا كنت فرشه غاسله البساط بتاعها، ف يعني متشاله، مش فرشه فيها حاجه. فبدات اكنسها كده، وهي الحمد لله يعني انا كنت يعني بنضفها على طول، بس هو التراب زي ما انت قلت لكم هو اللي دايما بيبقى ايه موجود، هو تراب بس مفيش اي حاجه تانية اهو. وبرضو اوقات كده كنت برش ميه علشان التراب ما يعملش برضو يعني زي ما تقولوا الارض بتشرب الميه على طول. خلاص اهوت كده، لميت كل التراب دوت. وبدأت بقى اللي انا ايه افرش البساط اللي انا كنت غسلاه، واحط الشلت بتاعتي اللي احنا بنقعد عليها كده يعني. واولادي برضو بيذاكروا، بنحط الطبلية هنا واولادي بيذاكروا عليها، والمكتب دوت برضو ابني اللي في ثانوية عامة بيذاكر عليه، علشان يبقى منفصل يعني عن اخواته في المذاكرة عشان ما يضايقوش بعض. بس وبدأنا بقى ايه نعمل الغدا بتاعنا. الغدا بتاعنا عبارة، انا هعمل كشري. كشري بيسموه اللي هو السريع دوت، اللي هو بيبقى في حلة واحدة كله مع بعضه يعني. انتوا عارفيني انا بعشق الحاجات السريعة، علشان ما تاخدش مني وقت وما تاخدش مني مواعين كتير، يعني علشان ما تتعبنيش في المواعين الكتير يعني ديت، تبقى برضو ايه ما اقعدش اغسل كتير، علشان الواحد برضو ما بيبقاش فاضي طول اليوم، بيبقى وراه مدارس الصبح بدري، بيصحى الصبح بدري، وانا عن نفسي بوصل المدرسة وبجيب من المدرسة. والحمد لله بجيب حاجتي وانا جاية، مثلا الغدا واي حاجة بعوزها بجيبها وانا جاية، وانا جايباهم وجاية. فانا هعمل دلوقتي بقى كده، حطيت حلة على النار. اللهم اجرنا من النار يا رب، قولوا امين، احنا وكل المسلمين يا رب العالمين.
وبعدين خرطت كده 4 بصلات كبار، 3 او 4 زي ما انت عايزه. ده البصل دوت هتبقى البصل اللي هو المقرمش اللي بيتحط فوق الكشري. حبيت اعمله اول واحد علشان الزيت طبعا اللي هو هصفي منه البصل ده هستخدمه تاني. تمام. سبته بقى يحمر كده على النار، اللهم اجرنا منها يا رب. وجبت زي ما وريتكم كده، انا جايبه نص كيلو مكرونه اسباجيتي، ونص كيلو مكرونه صغيره، وجايبه ربع شعريه. وبقيه الحاجات انا كنت بقول لكم اهو، لما كنت بشاور لكم على الحاجات دي بقول لكم يعني انا كنت موضبه الحاجات قبل ما اعمل الروتين دوت واروق البيت. بس كده. فقطعت بقى المكرونه الاسباجيتي عشان ما بحبهاش بصراحه طويله كده في الكشري بتاعنا. ممكن تقطعيها على 3 او ممكن تقطعيها على 4 على حسب الحجم اللي انت بتحبيه. والرز زي ما انتوا شايفينه كده هوت، انا ما بحبش الرز عليه كتير، يعني خدت حوالي كوبايه الا ربع، وما غسلتهوش بصراحه. لما بيبقى كميه قليله او بحب اعمله في الكشري من غير ما اغسل الرز. خلاص كده معايا بقى اللي هو البصل خلاص اتحمر، وهوريكم برضو القرمشه بتاعته. القرمشه بتاعته يعني من غير ما احط له اي حاجه اضافات ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه. القرمشه بتاعته حلوه وقويه. سبته يبرد شويه بس كده على بال ما اوريكم القرمشه. صفيت البصل، خدت البصل وصفيت كده الزيت. بدات حطيت كوبايه الرز والمكرونه الاسباجيتي. انا مش عايزاه يتحمر قوي. حطيت تقريبا كل الحاجات ورا بعض كده بالترتيب، المكرونه الاسباجيتي والرز والشعريه وبعدين المكرونه الصغيره. وممكن طبعا انت تحطي اي نوع مكرونه من اللي انت بتحبيه. خلاص. وانا كنت نقعه العدس دوت، ربع كيلو عدس. واديت الحمص دوت انا سويته نص سوا، عشان يعني ملحوظه احب يعني تاخدوا بالكم منها. الحمص دوت انا مسوياه نص سوا. والميه طبعا حتى حله ميه تغلي على النار. حطيت ملح وفلفل وكمون، هي دي التوابل بتاعتي. وسقيته بقى كده بالميه اللي هي بتغلي اهيت، وقلبته اديته تقليبه. خلوا بالكم من كميه الميه، ما تزودوهاش قوي علشان الكشري ما يعجنش. يا دوبك كده انتي بالنظر. يعني بعد كمية الكشري كده بحوالي عقلة صباع. وحطيت كمان واحدة ماجي دوت اختياري، ممكن ما تحطهاش خالص، هو بيبقى طعمه جميل برضو. في الحلة بقى التانية كده انا هعمل الصلصة. حطيت شوية زيت، وطبعا كنت محضرة الثوم. انا لو ما كنتش محضره الحاجات دي كان الفيديو هيطول جدا جدا معاكم، كنت هتملوا مني. فحضرت الحاجات قلت علشان ابقى خفيفه عليكم. بس فخدت حبه حلوين كده وحطيتهم، يا دوبك انا مش عايزاهم يحمروا، يصفروا بس. وفي نفس الوقت من وقت للتاني كده كنت بكشف حله الكشري وبقلبه علشان ما يشتش مني من تحت ولا اي حاجه. خلاص قلبته كده ووطيت العين جامد. وعلى فكره بالمناسبه ما شطش مني ولا اتلسع ولا لسعه من تحت خالص، وكلناه لغايه اخر حبايه، ما كانش ولا ملسوع ولا اي حاجه. كميه الصلصه اللي انت عايزاها او الطماطم انا كنت ضربتها طبعا في الخلاط، وبحب اصفيها كمان بالمصفى بعد ما اضربها في الخلاط، عشان كده بتديني اللون الجميل دوت وما بتبقاش فيها تفل. حطيت حبه ملح وحبه كمون وحبه فلفل اسود، وغطيتها بقى علشان تتسبك. وبرده من وقت للتاني بقلب الكشر اهو من فوق لتحت اهو، قرب خلاص دخل على سوا. تمام اهو. بعمل الدقه اللي هي بالتومه. حطيت حوالي نص كوبايه خل كده على التومه. التومه برضو بخليها بيضه. حطيت نص كوبايه خل على كوبايه من الميه، وحبه كمون وحبه ملح، وقلبتهم يا دوبك اما غلي غلوه بس. طفيت عليه غلوه واحده بس. طفيت عليه وخلاص. بدأت حطيته يعني في طبق على جنب او اي حاجة تانية. وفي نفس الطاسة حطيت حبة زيت، وديت شطة انا كنت ضربها في الخلاط ومصفية المية بتاعتها. معرفش انتوا بتحبوها كده ولا لا، انا بحبها بالطريقة ديت. لو عايزينها
فيها ميه اكتر من كده خلوا الميه بتاعتها، ما تصفوش الميه بتاعتها منها. انا بصراحه سبتها في الطاسه نزلت الميه بتاعتها. بحبها كده بالسمك ده كده يعني الشطه. او كمان ممكن تعمله بالشطه اللي هي البودره العاديه. تمام كده خلاص المحشي بتاعنا خلاص دخل على سوا، هو استوى وبدات اغرف. انا بغرف في الطبق الكبير دوت عشان كلنا بناكل من طبق واحد. ما بحبش زي ما انا قلت لكم كده، ما بحبش الاطباق كتير يعني، او خلاص احنا خدنا على كده يعني، او اتعودنا على كده. بنتجمع كلنا في طبق سرفيس كبير واحد. شايفين قد ايه مفلفل وقد ايه جميل، والصلصه كمان سمكها كده كويس قوي بالشكل بقى اللي انت عايزاه. انا حطيت كده حبات حبات كده على الرز بالشكل بقى اللي انتوا عايزينه، تحطوها باي طريقه. وفي نفس الوقت بصوا القرمشه، سامعين صوت القرمشه اهي. بس وحطيت بقى حبات كده اهو. بس وديت كانت اكلتنا النهارده وروتيننا النهارده. يا رب يا رب يعجبكم، واللي وصل معايا للحته ديت ما ينساش يعمل لي لايك واشتراك فضلا وليس امرا. انتوا حبايبي، يا ريت يا ريت يا ريت تقفوا معايا الفتره ديت، علشان فعلا القناه بقالها فتره واقفه ومفيش جديد يعني. الحمد لله على كل حال. قناه صغيره عايزاها تكبر بيكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.